هنبدأ فيلمنا مع أكفأ القناصين في أمريكا واللي هم ماسيوس وإز، وبيكونوا في مهمة بحث عن قناص عراقي محترف كان بيخلص على الجنود الأمريكية الموجودين في العراق أيام الاحتلال الأمريكي. وبيكون ماثيوس وإز باين عليهم التعب لأن بقالهم 20 ساعة متخفيين ومستنيين القناص ده يتحرك. فبيقرر ماثيوس إن هيروح يستكشف المكان ويشوف الضحايا، ولو ملقاش حاجة هيطلب الدعم علشان يجي ياخدوهم من هنا. بس إز بيحذروا إن ممكن يكون القناص لسه قاعد ومستني منهم أي حركة. فبيرد عليه ماثيوس وبيقول له إن مفيش قناص يقدر يخبي نفسه ويستحمل 20 ساعة. ولما بيروح ماثيوس يستكشف المكان ويشوف الجثث بيلاقي إن القناص خلص عليهم باحترافية عالية، وبيقول له إز إنه يرجع علشان كده خطر. بس ماثيوس بيخليه يراقب المكان بالتلسكوب اللي معاه علشان هما بيتعاملوا مع قناص محترف. وبعد كده بتقوم عاصفة ترابية ومش بيقدر إز إنه يراقب حاجة في الجو ده، وفجأة بيتصاب ماثيوس بطلقة في رجله وبينده على إز. فبينزل إز جري علشان يلحق صاحبه وبيبدأ إنه يمشي يمين وشمال مش في طريق ثابت علشان القناص ما يجيبهوش. بس القناص بيكون محترف جدا لدرجة إنه بيضربه 3 طلقات، واحدة في ركبته والتانية في جهاز الإرسال والتالتة في إزازة المية. ولما بيتصاب بيقع جنب ماثيوس بس بيشوف سور فبيجري عليه وبياخده ساتر وبينده على ماثيوس بس مش بيقدر يتحرك. وبيبص إز على رجله بيلاقي إن ركبته اتدمرت، فبيبدأ يربط رجله بشريط علشان النزيف يقف، وبيكتب على الشريط وقت الإصابة وبيقول لماثيوس يعمل زيه. وبيحاول إنه يطلب الدعم بس مش بيلاقي إشارة، وبيلاقي إن جهاز الإرسال باظ بسبب الطلقة. في الوقت ده بيكون ماثيوس بيقول لإز إنه يحسب له المسافة اللي اتضرب منها وحركة اتجاه الريح علشان عاوز يخلص على القناص العراقي. بس إز بيقول له إنه لو اتحرك هيخلص عليه القناص، بس ماثيوس بيصر على طلبه. فبيبدأ إز إنه يحسب المسافة اللي اتضربت منها الرصاصة، وبيحط تلسكوب مكان حجر في السور وبيبدأ يراقب المكان وبيجمع المعلومات اللي طلبها منه ماثيوس. بس بيكون ماثيوس فقد الوعي وبينجح إز إنه يطلع الرصاصة من رجله ويلفها بشاشة علشان يوقف النزيف، بس بيغمى عليه من شدة الألم. ولما بيفوق بيستقبل رسالة من الدعم وبيطلب منه الإحداثيات اللي فيها. فبيقول له إز على اللي حصل معاهم، وبعد كده بيطلب منه إنه يضرب طلقة بمسدسه علشان يعرفوا مكانه. بس هنا بيشك إز فيه، وخصوصا إن طريقة نطقه غريبة. وبيقول له إز إنه مش من قوات الدعم الأمريكية. فبيضحك عليه القناص العراقي وبيتعصب إز جدا وبيرجع يحاول يتصل بالدعم، بس بتكون الطلقة جت في جهاز الإرسال والاستقبال. وبيبدأ إنه يتكلم مع القناص العراقي وبيقول له إز إنه مجرد جندي عادي ومش هيعرف منه أي معلومات. بس القناص العراقي بيقول له إنه مش عاوز منه أي معلومات، هو عاوز يتكلم معاه. فبيقول له إز إنه مش هيتكلم. فبيبدأ القناص الكلام وبيقول له إنه مجرد مواطن عادي بس قرر ينتقم لبلده. في الوقت ده بيفكر إز إنه يلاقي مكانه وهو بيتكلم معاه، فبيقرر إنه يستدرجه بالكلام وبيبدأ يرسم المكان اللي هو فيه. وبيسأله إز هو ليه قتل الجنود دول مع إنهم كانوا جايين علشان يشتغلوا في محطات البترول بتاعتهم. فبيقول له إن البلد خربت من ساعة الاحتلال. فبيقول له إز إن الحرب خلصت. فبيرد عليه القناص وبيقول له طالما الحرب خلصت هو واللي معاه بيعملوا إيه هنا؟ في الوقت ده بيكون إز لقي جهاز إرسال مع جندي مقتول وبيحاول يروح يجيبه وهو بيتكلم مع القناص، بس القناص بيكون واخد باله وعامل احتياطات، وبسبب الحر الشديد بيعطش إز. ولما بيطلع جزازة المية بتاعته بيلاقيها مخرومة من الطلقة وما فيهاش مية. فبيضحك عليه القناص العراقي وبيقول له إنه هو اللي بوظ جهاز الإرسال وخرم الجزازة علشان يموت من العطش ومحدش يجيله. وبيرجع إز يستكشف المكان بالتلسكوب وبيشوف مقلب زبالة كبير وبيفكر إن القناص ممكن يكون مستخبي هناك، وبيرجع يغطي وشه من حرارة الشمس. وبيبدأ القناص إنه يهدد إز. فبيقوم إز وبيحط الخوذة بتاعته على السلاح وبيرفعه علشان القناص يضربه ويفتكره مات، بس الخوذة بتقع منه وبيضحك عليه القناص. وبيكون إز فقد الأمل وبيطلع سلاحه علشان ينتحر، بس بيرجع في كلامه على آخر لحظة. وبعد شوية بتقوم عاصفة ترابية تاني، فبيستغل إز الفرصة وبيروح يجيب الجهاز من الجندي المقتول. وبيكون القناص شايف إز بس بيستهزأ بيه ومش بيرضى يقتله، وبيجيب إز الجهاز بس بيكون القناص العراقي بوظه هو كمان. بس إز بيلاقي معاه مية وأكل، وبعد شوية بيسمع إز صوت ماثيوس وبيطلع إن ماثيوس عايش بس مش قادر يتحرك علشان القناص ما يخلصش عليه. فبيسأل إز عن مكان القناص، فبيقول له إنه مستخبي ورا مكب الزبالة. فبيحاول ماثيوس إن يجيب سلاحه، وبيكون إز قاعد يتكلم مع القناص العراقي علشان ما ياخدش باله من ماثيوس. بس القناص العراقي بيكون عارف هما بيعملوا ايه، وبيبدأ إز انه يضرب نار من مسدسه علشان يلفت انتباه القناص. وبيكون ماثيوس في الوقت ده مسك سلاحه وضرب النار بشكل عشوائي على مكب الزبالة لحد ما القناص بيصيبه في دراعه، وبيبدأ يزحف على إز بس بيخلص عليه القناص قبل ما يروح له. وبيتعصب إز جدا وبيروح لجهاز الإرسال بتاعه وبيغير القطعة اللي بايظة فيه بقطعة من جهاز الجندي التاني. وبيفرح إز لما بيسمع صوت الدعم وبيقول لهم على مكانه، بس بيكون القناص اخترق الاتصال ما بينهم وبيقول لهم إن مفيش حاجة حصلت وكله تمام.
بس إز بيقول لهم إن ماسيوس مات وإنه هيموت وراه لو ما جوش، فبيقولوا الدعم إنه قدامهم ساعة ونص ويوصلوا له. فبيتعصب إز وبيغمن عليه لحد ما بيجي غراب وبيبدأ ياكل في رجله اللي متصابة. فبيفوق إز وبيبدأ إنه يربط عصاية في حبل ويرميه علشان يجيب سلاح ماسيوس وبيحطه مكان التلسكوب لحد ما بيسمع صوت الطيارة وهي جاية عليه. فبيقوم وبيوقع السور علشان التراب يحجب الرؤية عن القناص العراقي، وبيضرب إز طلقة على القناص وبيقف وبيستمر إنه يصيبه بس مش بيتصاب بحاجة، وبيفتكر إنه خلاص خلص على القناص العراقي. وبتيجي الطيارة وبتنقذ إز، ولما بتتحرك الطيارة بيطلع القناص العراقي وبيخلص على الجنود وبيوقع الطيارة بتاعتهم. وبيكون الفيلم ده قصة حقيقية عن القناص العراقي اللي حمى بلده واسمه يوبا. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة لو عجبك الفيلم. كان معاكم محمد نوبي.